لا تعتمد طول حياتك على دخل الوظيفة، أرجوك. مو شرط تصير ثري، مو شرط تكون غني، مو شرط يكون عندك مشروع، مو شرط، لكن أرجوك خل عندك مصدر دخل ثاني، وظيفة ويوتيوب أو صناعة محتوى يعني بشكل عام. أنت عارف الأمثلة، وظيفة واستثمار. وأنا أعطيك مثال، واحد من الأشخاص اللي أنا أعرفه أول ما توظف أخذ قرض من البنك، قرض عقاري، اشترى فيه شقة وبدأ يأجر هذه الشقة مباشرة، ما سكنها. هو بنفسه يقول أنا عايش بيت أبوي، ما أحتاج شقة ولا أحتاج قرض، معي حتى سيارة، لكن أبغاها تكون مصدر دخل ثاني. 10 سنوات أقل من ذلك أو أكثر أكون سددت الشقة. حتى إنه يقول، شوف اسمعني، حتى إنه يقول في حال تزوجت أبوي مسوي لي شقة في نفس البيت راح أعيش فيه وراح أخلي هذاك العقار مصدر دخل إضافي. اللي أبغى أوصله لك هي عقليته جميلة. مثل ما هو عاش على مصدرين دخل، أنا أبغاك أنت برضو كموظف تعيش على مصدرين دخل. أبغاك بكرة لما تستلم وظيفة تفكر قرضك لما تجيبه وشو تسوي فيه. أدري إنه كثير مننا ممكن يكون مضطر ياخذ قرض عشان يجيب سيارة أو بيت. أعرف إن كثير مننا غالبا مضطر يطلع من بيت أبوه ويعيش في بيت له هو إذا قرر يتزوج، عارف. لكن صدقني اللي عارفه أيضا أن كثير مننا يطلع قروض ليست للحاجة بل للرفاه. يعني ممكن يكون عنده سيارة بس يبغى سيارة جديدة. الآن أبغاك تقارن أنا العقليتين، الفرق هائل.